الو الو لك الو يا حبيبي حاطط التلفون بدرج البيرو. هذا التليفون، هذا الخط سري مشان النسوان، هذاك مشان الرجال. الو نعم نعم اي نعم، هون مكتب تسهيل المصالح الزوجية، زواج وطلاق وضرب على الآلة الكاتبة وتسهيل معاملات. نعم مين عم يحكي؟ صالح؟ يعني رجال؟ يا أخي إذا رجال ليش عم تحكي من النمرة تبع النسوان؟ 20 مرة قلنا لكم هذا الخط للزوجات وهذاك الثاني للأزواج. يلا أحكي عن النمرة الثانية، بلا قلة أدب وحركشة بالخط تبع الحريم. لعمو هلا بدي ادق هذا التليفون. صحيح شفت؟ الو نعم صالح افندي؟ ايوه هلا احكي، مستعد اسمع لك. والله ابن حلال كنت عم قيم صورتك من الالبوم تبع العزابيه، حطها بالالبوم تبع المتجوزين. يا سيدي كل وين عليها فان، كلنا بدنا نتجوز. شلونك؟ شو هالحكي؟ متخانق انت ومرتك؟ ما بيصير يا اخي، جيبها لهون انا بمصع لك رقبتها. ايه نحن هون المكتب تبعنا بيكفل الجوازه اللي بتتم عن يد مكتبنا 5 سنين، بنعطي جارانتي 5 سنين على الجوازه. لا يكون لك فكره، جيبها لهون انا بورجيها قيمتها. نعم لحظه. الو نعم نعم دقيقه خليكي على الخط. حرمي لما رجال، حرمي خليكي على الخط شوي. الو صالح افندي، مثل ما فهمتك لا تزعل ولا على بالك اطلاقا. نعم مع السلامه. الو اهلا وسهلا امري. نعم حضرتك مرت صلاح افندي؟ صالح افندي؟ ايوه لك اخي دير وشك، مالك سمعان عم نحكي مع حرمه؟ خلصنا بقى رح اهوي لك والله. العمو ما بتستحي، دير وشك حرمي على الخط. عيب تطلع، عيب تطلع، رجال انت معدل. الو نعم اهلين شلونك؟ فشار ايه فشار ضربة خارفته، ما بيصير يخانقك. جيبي له هون وانا بورجيه قيمته. هلا كان عم يحاكيني هو صالح افندي جوزك وخانقته، وقلت له بدي امسح رقبتك الابعد. لا يكون لك فكره ولا تزعلي، جيبي له هون نعمل له اللازم انا ومعلمي. ايه مع السلامه مع السلامه، باي باي. ايه سيدي مأذون افندي. نعم ان شاء الله اجى دورنا. لك اخي انت ما في زبون بيعذبنا مثل حكايتك. ليه؟ ليش اخي؟ لانه بهالمرتين اللي زرت المكتب تبعنا فيهم عملت لي 3 قتلات. شو ما بتفهم بالحساب؟ مرتين قتلتين. هيك لكان؟ نعم هيك. مو الحق عليكم، انتوا اللي بليتوني بهالزوازه، مثل ما زوجتوني اول مره بدي كمان تزوجوني ثاني مره. يا اخي ما جوزناك وخلصنا منك. انتوا غشاشين. انا قلت لحالي بدي اتزوج مخلوقه مثل العالم والناس، تجيب لي كم ولد افرح فيهم وانا لساتني بعد شبابي. انتوا زوجتوني حرمه ذكر ما بتجيب اولاد، بقى مو الحق عليكم؟ شلون؟ اسمع لك شو؟ جالك ببالي بول. شو رأيك باعتبار هي مرتك ما جابت اولاد؟ ايه مع انه نحن هي اول مرة من جو يعني بنعطي شو اسمه على ردد. نحن عندنا الحاجة التي تجوز لا ترد، لا ترد، البضاعة التي تباع لا ترد. ايوه رح نلاقي لك غير طريقة. شلون بقى؟ شو رأيك جوزك وحدة مجربة؟ يلا والله
وحده مسكينه عندها 6 اولاد وجوزها مطلقه وحامله بالسابع، هي اكيد بتجيب اولاد. الي اسمع. زوجني وحده عندها 7 اولاد، شو بدي افتح مكتب انا؟ اسمع مني، منراعيك هو، لا. منراعيك فيها باعتبارها هي سكند هاند. شو هالسكند هاند يا يعني شو اسمه صباح الخير معلمي. الله لا يصبحك بخير، لعنة الله عليك. لك يا مفعوص يا قليل الأدب، أنا ما قلت لك بتجيب الصور تبع مرتي اللي بالدرج وبتلحقني على دائرتي للنفوذ عم بستناك على باب الدائرة؟ صور مرتها؟ إيه نعم، صار لي ساعتين واقف أنا هنيك. يا اخي مبلا، لكن ما لقيت الصور، وين هون؟ شلون ما لقيت الصور؟ أنا حاططهم بإيدي امبارح المساء هون بالدرج. الصور اللي كانوا بالدرج هدول التنتين صور مرتك؟ إيه طبعا أنا حاططهم هون. وين هون؟ شو صار؟ عم قول لحالي وين شايف هالوش تاريخ هي مرت معلمي. لك على هالخلطة. يعني ما بتعرفها حضرتك انه مرتي؟ شو سويت؟ احكي. لك الصبح اجى لعندي عبد الغفار بيك، ايه؟ وقال بده يحط اعلى براسه ويتجوز. ايه؟ قمت اعطيته ارجيته صور مرتك من هدول التنتين. ايه؟ ايه، ومحسبهم انا لوحده زبونه بدها تتجوز. الله لا يعطيك عافيه، شو بدنا نساوي هلا؟ لا يكن لك فكره، هو وافق عليها، عجبته. ها؟ وقال لي اتفقوا مع اهلها مشان نحدد موعد كتب الكتاب. انا خايف كنت ما يوافق. لا وافق. يا حبيبي عليك، ولا شو بدنا نعمل يعني؟ قلت لك لا يكن لك فكره، رح يتجوزها، رضي. لك شلون يتجوزها؟ شو هالحكي هذا اللي عم تحكيه انت؟ شو فيها انت الثاني؟ ارفع صوتك علي كمان شوي. خلي هذا عبد الغفار بيك رجال غني وادمي ومعشراني، خليها مرتك تعيش لها كم يوم مثل العالم والناس باخر عمرها تتهنى حاجه معذبه حالها معك. لا حول العمى شو اناني انت، يو ار بطلز. يا لطيف عليك، شو وش مصايب انت؟ ولا شو بدنا نساوي؟ شوف عم افهمك، الليله ما بتروح بتنام ببيتكم قبل ما تروح لعند هذا عبد الغفار وتجيب الصور تبع مرتي من عنده، فهمت؟ ما تعملنا مشكله طويله عريضه هلا. شوف ابو صخر الله شو بده. ها عفوا، لا تاخذني يا ابو صخر. اهلا وسهلا فيك. دائما من امور. اهلا وسهلا، اهلين اهلين ابو صار صخر. لي ساعة ملتقي حولي، مالك شايفني؟ لا تاخذني يا اخي، هذا بيوقعني بكل مشكله بدها حلم الله لحتى يصحى. بسيطة خالي بسيطة. يا حسني افندي الله يرضى عليك، ايوه بدي اتزوج بالتي هي احسن. يعني. المنظوم هذا كل ما بنتفق على وحده وبنسلطن عليها بيجي بينزع لنا الفورماليتي كلها. والله بالعكس يا اخي، انا بدي جوزك واخلص من وشك هذا النحس. شو عم تحكي؟ كلي طول بالك طول بالك، ما بتعرفه بيحب يمزح معك هو. فكرت يعني. ايه لا خلينا بموضوع هلا. ايه سيدي. ايه هلا بنجي للموضوع. نعم يعني. شو صار بالموضوع اللي اتفقتوا انتوا واهل العروسه؟ اتفقتوا انتوا وياها لما لسه؟ شوف يا ابو صخر، ايه البنت اللي انت مصمم عليها انك تتزوجها هي لا يمكن انه تاخذك. لا. ليش اخي؟ يا حبيبي ما بتقبل تاخذك في اسباب عديده. الا وهي يا سيد شو بدي اقول لك يعني يا ابو صخر اخي. ابو صخر، صحيح انت شخصيه وما شاء الله حولك إيه بين تمام. الرجال، إيه. يعني لا لك اكتاع ولا لك اعرج ولا شيء، يعني هذا شيء معروف شب. ابدا تمام. ما شاء الله عينك. حولك. ما راح تلاقي مثلي ابدا. ايوه اكيد رجال شو اسمه معسفه بشوارب محتوى. ابداي معلوم. لك. شوف يا ابني، ايه البنت هيدي في فرق بمستواكم الثقافي انتوا الاثنين. شو هالحكي؟ اي نعم. مثلا هي مثقفه ومتعلمه، لكن انت يعني شو انا يعني؟ شو لانه ما معي بلسفيكا يعني؟ وحياة عينك يا خالي، انا بفكك اسمي كرج وتهجايه وعلى المقلوب. شو هي وظيفه ما بيدخلها الواحد الا يكون معه شهاده ليكون فيها القصه اردا ورسا. ها اذا فيها اردا ورسا بدكم تعملوا لنا مشاكل، بلاها اخي. ايه بلاها اخي، روح اخي، روح لعند غير مكاتب. ما بيصير زوجتني اول مره بدك تزوجني ثاني مره. هذا اللي عم نحكيه، ما في غير مكتبنا ممكن يلبي لك طلباتك. هلا اديك السنه روح اسال، اجا واحد هون تجوز من عنا من المكتب،
إيه؟ تجوز وحده قد ما عجبته، رجع هي السنه بده 2 لخار. حلو. صح مزبوط عم يحكي. بعدين يا سيد ابو صخر، هلا نحن منا طالبين منك لا قرش ابيض ولا قرش اسود، بتعرف نحن عاملين هالمكتب إيه؟ مجاني لوجه الله، خدمة لهالعزابية الشباب. طيب يا اخي ما تزوزوني وتخلصوني بقى من القصه. لك يا حبيبي مثل ما قلت لك، هالبنت متعلمة ولا يمكن توافق انه تتجوزك، بعدين لنفرض وافقت، إيه؟ حياتكم الزوجية يا ابني لا يمكن تستمر. أيوه. مستحيل، لانه مو معقول زوجين يعيشوا حياتهم سعيدة وتستمر حياتهم طالما في فرق بمستواهم الثقافي. والله ما فهمت عليك. اسمع لك، شو؟ اجالك ببالي حل. شو هيك؟ والله شو رايك نجوزك؟ الي لك شو صار لي عم نعي 4 ساعات؟ في وحده اذا كان بدك خرجك ما في مثلها ابدا. مين وهي؟ بنت ابو احمد بياع تاجر السكر. ها والله هي فرصة لا تفوتها من ايدك. بكفي اذا كانت تجوزتها بكره صار ازمه سكر وانقطع السكر او إيه. غلي السكر ما بيخلى بيتك من السكر. قلت. الله لا يصيبك بمرض السكر. ايه قلت وانا كمان اللي مرق بكاسه شاي عجمي تمام. خلاص. هاي دخيلة. فرصة ما بتتفوت. إيه. اسمع مني. الو. نعم نعم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه معلمي بعتكم خبر. شو صار؟ شاورتوا اهلها للبنت؟ مشان هذا اللي اجى خطبها ما رضيوا؟ ليش اختي ما بيعطوا بنتهم لشوفير؟ شبه الشوفير؟ شوفير موظف. هات لشوف اعطيني. الو الو، ليش لك اختي؟ هذا شوفير موظف عند واحد مدير. نعم ما طبعا معاشه منيح، معاشه هو والمدير تبعه حوالي 2500 ليرة. اي نعم. شلون؟ ما بتريدوا؟ شو هالحكي هاد؟ فوت انت بتعرفها؟ الو الو صبحيه. لك والله مجانين انتو. بكفي انه يوم العطل والاعياد الرسميه لما بتبقى الدوائر معطله بياخذها لمرته بسياره حكوميه بيعمل لها مشوار. ايه ما بتكون كيفك؟ ان شاء الله عمرها ما تتجوز، خليها قاعده اعياء بخلقتك مثل البقشي. مع السلامه. يا سيدي السلام عليكم. اخي انا رح روح هلا اقعد اصفن شوي بالموضوع وشاور اعلي، بعدين ببيت استخاره وبعدين ببقى برد لكم خبر. خاطرك خالي؟ مثل ما بدك سيد سياح. مع السلامه. مع السلامة يا أبو صخر. شو قال؟ بدي شاور اعلي. مفتكر الاخ انه عنده اعلي شاوره في عم تحكي؟ عم اقول له اعطينا سيكاره. ايوه انا ما بدخن، انا بلفها لف. ايه لفها لكان ورمنون. بركي ما لفيتها. تعال هو تعال كل قتلي لحالك. الله يرضى عليك. شكرا ممنون. هلا اكلت قتلي. بعتوا حسني يا فندي، بعتوا على ما يهز بدني. يا أبو صخر الله يرضى عليك، دائما أنتم بتعملوا لنا هالمشكلة. هلا أخزي الشيطان حبيبي، روق الله معك. مالك شايف شو عم يخربط ويخبص بالحكي؟ لك بيحب يمزح معك. هلا نحن خلص ما اخزي الشيطان عم يقول له. حياة عينك يا حسني يا فندي، لولا خاطرك لعملت خرقته مثل 9 كبة. ابو صخر لفها ويتضرب بالوش الصخري. لك بالك سمع شو عم يحكي؟ فهمنا أبو صخر الله يرضى عليك بقى يا أبو صخر. خلصنا. كرمال عينه المرة راحت لك. نفض الرمل عن وشك. لك بالك سمعنا شو عم يحكي؟ لك عم يمزح. اسكت بقى أنت الثاني. شو العائل الصخري الثانية اللي عندك؟ يلا أبو صخر. بسيطة خالي. الله لف معك. أبو صخر. الله معك ابو صخر. يبدا حريمه بيمشي دحرجه هذا. بتذكره مثل الحجار. بده مقلع ليطلعوا من هون بقى. ايه حبيبي. مدري من انه مقلع مطالعينه هذا. ايه معلمي هلا اجا دوري. شو اجا دورك؟ اجا دورك. خلينا ندخل بالمهم. نحن اليوم في عنا موعد مع نزور بيتين مشان اخطب لك الك. بعد شوي بصير الموعد. معلمي بس تعرف انا مستحي وخايف لسه ماني متجوزه بهالمره. لك ايه شو بهالشغله يعني؟ فهم شو تستحي؟ جوازي الك بصير مستحيل؟ ما بيصير تروح بالهي. لك شلون بدك يعني؟ جوازي الك ما بدك تشوفها للبنت وتشوفها؟ طيب روح انت وامي واخطب لي اياها، انا شو دخلني؟ لك امي مثل ما بتقول انا بمشي. انا بدي اتجوز ولا امك؟ ولا انت؟
انت اللي بدك تتجوز ما بيصير. يلا اساسا صار الموعد مع اول بيت. هلا الحقني البس جاكيتك وخلينا نمشي. يلا قوام عجل لك شوي. ترى هي صار